لو عندك كوليسترول أو عايز تحمي نفسك منه ركز في الفيديو ده كتير هيساعدك. الكوليسترول العالي في الدم مش ضروري يكون ليه أعراض واضحة، عشان كده ممكن يكون عندك وانت مش حاسس. يبقى عشان تحمي قلبك الحلو الأبيض ده لازم تزود من استهلاك الألياف يوميا. ألياف دي بقى خضار، مكسرات، فاكهة، بقوليات، حبوب كاملة إلى آخره. قلل من استهلاك الدهون المشبعة وزود استهلاك الدهون الصحية، وقلناها قبل كده في فيديوهات كتير. وهيفرق معاك على المدى الطويل لو استخدمت منتجات ألبان دسمها قليل. وكمان تجنب المقليات، وحاول تتخلص من دهون الطيور واللحوم الحمراء، ودايما اختار القطعيات اللي ما فيهاش دسم كتير. وكمان قلل الملح والدقيق الأبيض والسكر. واهتم بالسمك، ممكن تاكله من يومين ل3 أيام في الأسبوع، من الحاجات اللي هتساعدك كتير. وما تخافش من البيض، انت ممكن تاكل لحد 7 بيضات في الأسبوع من غير ما ده يعلي الكوليسترول بتاعك. الرياضة والحركة بصورة مستمرة، مش هوصيك بقى ها. ولو عملت تحاليل وطلع الكوليسترول عالي ما تسكتش، لازم تغير أسلوب حياتك وتزود الحركة وتاخد علاج مناسب. اكتب لي في الكومنتس لو انت مريض كوليسترول او بتاخد بالك وبتتابع بتحاليل عشان ما يجيلكش.